السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احسن حاجة نعملها في الجو اللي احنا فيه ده اوردرات البسكوتات و بيتي فور، كحك يعني عامة. نقدر نعمل الحاجات دي اكتر من التورت، تمام؟ او تشتغلي شغل كبات بأي انواع بقى، كنافة، فادج، كيك، علب، اي حاجة. المهم انا معايا اوردر كده كحك وكنافه. طبعا كنت عرضت لكم الكنافه قبلها بفيديو شورتس، تمام. انا معايا الكحك طبعا سويته. هقول لكم مقادير الكحك كده بسرعه. انا بحط على الكيلو دقيق 550 جرام من السمنه، واحط معلقه كبيره من ريحه الكحك، ومعلقتين سمسم بس اختياري، ومعلقه من البيكنج باودر، معلقه كبيره من البيكنج باودر، رشة ملح طبعا. كل الكلام دوت بعمله كله مع بعض، بعجنه كله مع بعضه كده، ابسه مع بعض. وبعد كده بعد ما الاقي الخليط شرب كويس جدا من السمنه، ببدا ان انا احط كوبايه ميه عاديه من بتاعه الشاي، تدريجيا كده واحده واحده لحد ما الاقي العجينه لمت معايا. اكور العجينه كده واضغط عليها ضغطه، الاقيها ما يعني مش بتتشقق معايا، فتمام ما كده. العجينه معايا كويسه. ابدا ان انا اشكلها وادخلها على درجه حراره عاليه، يعني مش عاليه، درجه حراره فرن متسخن على درجه حراره 180. وده كده كان الكحك معايا. طبعا ده دوناتس وعملته قبل كده معاكم على القناه، والكحك برضو. كل الحاجات اللي انا عاملاها النهارده دي ما عاملاها معاكم على القناه، تقدروا ترجعوا لها، ما بغيرش مقاديرها خالص، تمام. مقاديرها مظبوطه جدا. ده كده كان الدوناتس برضو. ابدا ان انا اعبيه في العلب بتاعته، وهي طعمه عامل زي يعني شبيه للكيك شويه. ده كده كان البسكوت. بصوا البسكوت طالع لونه حلو جدا. انا بحط كيلو، عامله مقدار اللي هو نص كيلو زبده. انا بستخدم زبده فرن، تمام، كويسه. واحط عليها كيلو الا ربع من الدقيق. بس انا حطيت بالظبط 700 جرام من الدقيق، تمام، ونص كيلو من الزبده طبعا. 150 200 جرام من السكر البودر. بضرب السكر مع الزبده كويس جدا لحد ما يدوبوا كويس جدا، وبعدين ابدا انزل بثلاث بيضات، بيضه طبعا، ومعاهم الفانيليا. وكمان بدوب معلقتين كبار من تانك البرتقال مع شويه ميه صغيرين جدا، يعني زي فنجان كده او ربع كوبايه ميه. وابدا ان انا انزل عليهم برضو عشان خاطر يديها لون حلو وطعم البرتقال. لو انت عندك فانتا مثلا ممكن تحطي. بعد كده هبدأ ان انا احط الدقيق طبعا، ما الدقيق على الخليط بتاعي، الزبدة والسكر والدقيق والبيض. وابدأ ان انا انزل شوية شوية كده واخلط لحد ما يكون معايا خليط انسيابي اقدر انزله بيه القمع بتاع البسكوت. وطبعا بدخله على درجة حرارة 180 برضو لحد ما ياخد اللون الجميل ده. ده طبعا كان معايا البيتي فور برضو نفس المقادير، نص كيلو من الزبدة، وعليهم بقى 150 جرام من السكر، مش 200 عشان خاطر لسه هنحط طبعا شوكولاتات وكده. ف150 من السكر، وابدأ اضربهم كويس جدا. انزل بثلاث بيضات معاهم برضو الفانيليا، معاهم الفانيليا، واضرب كويس جدا. ولما يتضربوا هبدأ ان انا احط، يكون محضرة دي برضو 650 جرام من دقيق، وكمان عليهم معلقة من النشا. معلقة من النشا بيديها احط معلقة النشا على الدقيق، ده بيديها نعومة متقلقوش جدا. وبالنسبة بقى للبسكوت والبيتي فور، طبعا انا بحط البيض كامل يا جماعة، مفيش حاجة اسمها افصل صفار واحط 2 صفار وواحدة بياض، والكلام ده ما بحبوش خالص. بيديني والله المقادير مظبوطة جدا، والنعومة حلوة قوي، مظبوط، ولا بيتكسر ولا دايب جدا. دي كانت الاوردرات بتاعتي بعد ما عبيتها. وده بصراحة كان أحلى أوردر عدى عليا في الصيف الجميل ده، مش هقول غير كده يعني. الحمد لله، ربنا إن شاء الله يهون علينا ويلطف بينا بإذن الله. أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.